طيب هل كمان في اتفاقيات هيتم توقيعها في مجال الطيران او على الاقل في جلسات عمل تتعلق بذلك؟ ده اللي هساله لوزير الطيران المدني كابتن حسام كمال. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. سياده الوزير، اولا الناس فعلا مبهوره بسرب الطائرات، بعمليه التنظيم. بالتاكيد عدد الوفود كان ضخما. الحقيقه احنا حضرتك نظمنا 162 رحله. 162 رحله من يوم 11 ليوم 16 من القاهره لشرم الشيخ. القاهره لشرم، وان شاء الله العودات هي القاهره شرم وشرم القاهره، يعني الذهاب والعوده. العودات تيجي من النهارده ان شاء الله. برضو عدد الرحلات بتاعنا النهارده عندنا حوالي 24 رحله، بكره في حاجه 20 رحله. برضو الارقام كبيره والطيارات كلها مليانه والناس سعداء الحمد لله. حسنا في الخدمه جدا، رفعنا من مستوى الخدمه سواء في المطارات سواء على الطيارات، وان شاء الله هذا المستوى يستمر باذن الله. كان في حرص انه الوفود حتى تشوف صوره مصر الحضاريه في رحلات الطيران. طبعا يا فندم. وفي المطار. الحقيقه كل الناس يعني كل الناس حاسه ان المؤتمر ده بتاعها، فكل الناس بتحاول تعمل اقصى شيء ممكن يقدروا يعملوه، سواء الموظفين الصغيرين سواء المسؤولين. والحقيقه يعني ربنا موفقنا والامور ماشيه كويس، واحنا سعداء ان الناس مبسوطه. ان شاء الله. ان شاء الله. في مجال الطيران في اتفاقيات، في جلسات عمل تعقد، في اتفاقيات يتم الاتفاق عليها. في مجال الطيران هل هناك اي اتفاقيات؟ في حضرتك بالنسبه لمطار القاهره في مشروع مطار مدينه المطار اللي هو الايربورت سيتي. المشروع ده يعتبر رقم 19 على مستوى العالم، يعني في 18 مدينه مطار معمولين حاليا في العالم كله، احنا هنبقى نمره 19 ان شاء الله. ده بيرفع لنا الدخل بتاع المطارات، وده طبعا ده الكونسبت العالمي دلوقتي، ان 60% تقريبا من الريفينيو اللي بيجي للمطارات بيجي من المدن اللي بالمنظر ده، و40 45% من الملاحه الجويه او من الحركه الجويه. احنا عارضين مدينه مطار هتبقى ازاي؟ مدينه كامله متكامله، داير مطار القاهره، مساحه 10 مليون متر مربع، فيها جميع الانشطه. يعني في عندنا حضرتك لو بدانا باللي احنا هنطرحه ان شاء الله بكره، هنطرح منطقه الايرو سيتي. الايرو سيتي دي منطقه حوالي 2.8 مليون متر، هيبقى فيها منطقه لاجر، زي ممكن يتعمل فيها حاجه زي يونيفرسال ستوديوز، ديزني لاند، المشاريع الكبيره دي. هيتعمل فيها مول تجاري ضخم جدا، هيتعمل فيها فنادق، هيتعمل فيها منطقه مكاتب. ده منطقه. في منطقه اخرى على طريق العروبه في الكور بتاع المطار نفسه، دي هتبقى منطقه فيها مستشفيات ومكاتب برضه، شركات انترناشونال. ودي حضرتك بتقول دي بتخدم السياحه وتخدم حركه الطيران؟ تخدم السياحه وتخدم حركه الطيران وتخدم المجتمع المصري كمان، لان هيبقى في عندي مستشفيات، هيبقى في جامعات، كل ده هيبقى في المنطقه دي. بقيه المشروع ان شاء الله معمول على مراحل. في المرحله الكبيره بتاعته الاخرى ان شاء الله اللي هتطرح بعد كده في المستقبل، هي مرحله منطقه الشحن الجوي. يعني هنعمل منطقه شحن، منطقه كبيره جدا هتبقى في مطار القاهره من ناحيه الطريق الدائري عن طريق سعد الشاذلي. المنطقه دي هنوصلها بميناء العين السخنه بخط سكه حديد، فبالتالي حضرتك كل البضائع اللي بتيجي عن طريق اسيا لميناء العين السخنه والسويس ممكن نوصلها لمطار القاهره، ومن القاهره بتطلع بعد كده على اوروبا في فترات طبعا وجيزه جدا، لان طبعا النقل بالطيارات بيبقى اسرع كتير من النقل بالمراكب. ومحددين انه مدينه المطار دي ننتهي منها امتى؟ 2025 ان شاء الله تبقى المدينه كلها مكتمله باذن الله. 2025 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الف شكر. الله يخليك، شرفنا. الله يخليك. شكرا.